ب4 دقايق يا جماعه، الدولار بدقيقتين. زي ما انتم شايفين كده البيت يعني كان بيغرق. بصوا الدنيا غرقانه ازاي، بصوا الدنيا كلها غرقانه. تكنولوجيا يا جدعان. اللي عمل الاختراع ده يعني بجد كان ذكي جدا، صح؟ هل في تعويض مثلا لينا احنا كمستاجرين بنأجر في البيت ده وحصل معانا كده؟ بجد حاجه جميله جدا لو طبقت في دول عربيه. ده هيستمر النهارده الاثنين، هيستمر لغايه يوم الخميس. بصوا يا جماعه، بصوا حصل لنا ايه. كل دي فوط مبلوله. ليه بقى؟ عشان زي ما انتم شايفين كده البيت يعني كان بيغرق. المفروض اصلا هنا ورا الحيطه دي في شباك. الشباك ده تقريبا بيصرف حواليك دلوقتي المنظر من بره. مفيش عازل يمنع المايه انها تخش. الدنيا كانت بتغرق خالص. كنا بنحاول كل شويه نمسك الفوط ونقعد ننشف بيها ونصفيها، نصفي الميه وبعدين نرجع تاني نفس الحاجه. ميه ماليه كل الحته دي كلها ميه، كل ده ميه. فتعالى بوريكم الدنيا بره عامله ازاي. بصوا الدنيا غرقانه ازاي، بصوا الدنيا كلها غرقانه. لو مشينا كده مع بعض بقى تلاقوا مطر. اهو دي الحته من بره، دي الحته من بره. فاحنا زي ما انتم شايفين كده الميه، بصوا كانت عماله الميه بتنزل من هنا على المنزل ده، تنزل كده وتيجي عماله تخبط في الحته دي، عماله تخبط على الحيطه. حتى بصوا الحيطه متاكله ازاي من بره. بصوا الازاز منشق تقريبا ازاز، يعني ده شباك اتبنى قدامه، اتبنى الرخامه اللي انتوا شفتوها من شويه. بصوا الحيطه وصلها ايه. فالحل دايما اللي احنا شفناه على النت، يعني عشان تحل مشكله الميه دي لازم تجيبوا اكياس يكون فيها رمل زي ما انتوا شفتوا كده بالظبط. والاكياس دي بتحطوها بصوا بحيث ان هي تبقى كده انتوا شايفين كده بالظبط. يعني كلهم بيتحطوا كده بحيث ان هم يصدوا الميه اللي عماله تيجي دي، يعني يبقوا صد ليها بحيث ان تمتص الميه اللي عماله تيجي. فالرمل نفسه هو اللي يشرب الميه دي. يعني في 12 كيس من اكياس الرمل اللي انتوا شايفينها ديت، بتحطوهم كده فبيبقوا عامل ايه، بيبقى عامل عازل. وكوري اهي، بصوا كوري هناك اهي، بصوا كوري اهي. حاول تشوف تنزل ازاي. كاميرا كوري. حاول تنزل، هتنزل دلوقتي. سبحان الله، شوفوا مين علم القطه ازاي بتعمل كده. مين علم القطه ان هي تعرف تنزل. انا اشوف هتنزل ازاي، امشي معاها شوف هتنزل ازاي. تنزل ازاي كوري اهي، بص تنزل ازاي، بص تنزل ازاي، بص ماشيه اهو، بص بص بص. مين علمها بقى تعمل كده؟ بصوا بصوا سبحان الله، بصوا تنزل ازاي، بصوا اهي كوري اهي. كوري كوري شطورة كوري، برافو. ايه كوري، ايه ايه كوري ايه. فدي يا جماعة ضمن المعاناة اللي الواحد بيعيشها هنا في أمريكا. المشكلة البيت احنا مأجرينه مش كويس، مفهوش عازل للمية، فالمية دخلت لجوه. مين حصل معاه المشكلة دي قبل كده؟ بروبرتي مانجر نفسه اللي هو المسؤول عن البيت نفسه، لأن اللاند لورد نفسه صاحبة البيت أو صاحب البيت ما بيكونش هو اللي بيعمل الحاجات دي كلها، بيعين حد يعمل الحاجات دي كلها. فهو البروبرتي مانجر هو اللي جه عمل الكلام ده. بصراحة كتر خيره يعني، محترم. جاب 12 كيس رمل وحطيناهم مع بعض. انا اتبهدلت خالص، كل بقيت رمل ساعدته. انا مش نايم من امبارح اصلا. المطر ده هيستمر النهارده الاثنين، هيستمر لغايه يوم الخميس. المطر مستمر يعني متواصل المطر ده. قولوا لي انتوا كمان يا جماعه حصل معاكم كده ولا لا؟ لو انتوا في امريكا فرصه حلوه الواحد يدعي ربنا ان المطر ده لعله خير ان شاء الله. ربنا يحفظنا جميعا. الحمد لله احنا في نعمه ان احنا تحت البيت بتاعنا والبيت بيحمينا. تخيلوا بقى الناس اللي هي عايشه في فلسطين، السنين اللي في غزه وتهجيرهم من بيوتهم
والدمار اللي حصل لبيوتهم وكل الامور دي كلها. الناس دي عايشه ازاي في الجو ده، والهوملس اللي عايشين في الشارع، والناس اللي عايشه في الشارع اصلا ما لهاش بيت. يعني كميه الناس اللي حوالين العالم اصلا اللي عايشين في ظروف صعبه جدا. فاحنا في نعمه عظيمه جدا، الحمد لله رب العالمين ان احنا فيها. الواحد يحمد ربنا عليها، وربنا يجعل يا رب المطر ده خير ان شاء الله لينا كلنا. وهل في تعويض مثلا لينا احنا كمستاجرين بنأجر في البيت ده وحصل معانا كده ولا ملناش تعويض؟ يعني عرفوني الموضوع ده من ناحيه الاجراءات القانونيه هنا. وحاولنا احنا كمستاجرين هنا بستحمى، انا فرحان بالميه عمال رجع شعري لورا بيها. انا هخش استحمى دلوقتي عشان انا غرقت ميه رمل وكل حاجه وشكلي حاجه. لو فضلت كده لازم احط ميه سخنه. ولو تعرفوا اي حاجه بالنسبه للاجراءات القانونيه والامور دي كلها عرفونا عشان نستفاد منكم والناس كمان تستفاد. الواحد يعمل ايه في حاجات زي كده، وهل ياخد تعويض ولا لا، والحاجات دي المفروض تبقى عليهم هم ولا لا. يعني عرفونا ايه حقوقنا وواجباتنا كمستاجرين هنا. طيب يا جماعه دلوقتي جاي اغسل العربيه بتاعتي، فبنشوف بقى ايه الموضوع، لسه بنكتشف. اسمه واتش منيو. في عندنا اكسبريس واتش، بري سوك دراي، بري سوك اند دراي، اكسبريس واتش، تاني اكسبريس واتش. كل الحاجات دي اكسترا 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 اكسترا، مش عايزينها. ريدي تو باي. كل دي حاجات لو انت عايز واكس، لو انت عايز مش عارف كلينر مش عارف ايه، تريبل فوم، كل دي حاجات اكسترا 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 اكسترا. احنا عايزين ريدي تو باي. طيب هدفع بالكارت دلوقتي. Thank you. All right, wonderful. Thank you. So now what is the process now? I will just go inside. Just pull in. Yeah. And just put your car in neutral. Uh-huh. And then you go to the tunnel. Okay. Then you can use the vacuums on the other side. All right. I have to pay for the vacuums or no? Just All right. Thank you. All right. Thanks so much. Have a wonderful day. God bless you. Peace be upon you. طيب يا جماعة دلوقتي زي ما شفتوا كده دفعت $8 عشان اعمل الموضوع ده. هو هنا اسمها 76 ووشنج بترول ستيشن. يعني هو 76 دي محطة البترول اللي هنا. ودلوقتي هنخش نغسل العربية. هيا بنا. في الجهاز هنا سيستم، نقف هنا لحد ما يجي الدور بتاعنا. هو بيغسل العربية اهو دلوقتي. فقشطة جدا. اوكي دلوقتي حاطين العربية على النيوترال، وهي المفروض بقى الجهاز ده لوحده هو اللي هيمشينا وهيبدأ ينظف العربية. دلوقتي بننظف العربية. بدالي الفوطة ديت عشان انشف بيها العربية بعد ما اخلص. دلوقتي زي ما انتم شايفين بقى اللي بيحصل. هنستحمى شوية. نستحمى. طيب يا جماعه اصلا فيديو قبل كده هتشوفوه دلوقتي. ده كان اول ما جيت هنا على امريكا، في لسه كنت بكتشف الدنيا. بصوا يا جماعه ده مكان بينضفوا فيه العربيه، اللي هو ايه، خدمه ذاتيه. يعني انت بتخدم نفسك، مفيش حد بينضفها لك، انت بتنضفها لنفسك. فالعربيه عايزه تتغسل، فيلا نغسلها. اوكي انا معيش فكه، فهنا بحط الفلوس بيطلع لي فكه. احط ال $20 دول احطهم هنا. طلع لي دول $20. دول $20 فكه. دلوقتي عشان نستخدمها احنا عايزين ايه؟ العربيه زي ما انتم شايفين عايز تنضف، كلها تراب متبهدله خالص، فنبدا ننضفها. يلا بينا. طيب نختار اللي احنا عايزينه. احنا عايزين اول حاجه ميه. دلوقتي انا خلاص خلصت من الميه، فحط دلوقتي فوم. فباجي هنا وبختار فوم، فده فوم دلوقتي. لا ده مش فوم. لا انا عايز فوم. ده فوم. بصوا ده فوم. هنحط تاني عشان خلص. بيبقى 4 دقايق يا جماعه. $1 بدقيقتين. الفوم بيفضل ينزل ازاي؟ فلازم نعمل
نعمل صوب. اوكي، ودلوقتي الاير دراير اشتغل. العربية بقت عروسة اهي زي الفل، بقت نظيفة جميلة جدا. عملت كل ده $6، بجد حاجة جميلة جدا لو اتطبقت في الدول العربية، ان الواحد يعمل ده بنفسه، يبقى مش لازم يكون في حد بيشتغل في المكان. ممكن بزنس حلو قوي حد يعمله، يكون كل حاجه بس اوتوماتيك كده معموله جاهزه، انت بس بتحط الكوين لو انت عايز اي خدمه من الخدمات الموجوده ديت، سواء عايز تنظف، عايز تنشف، عايز تستخدم الهوايه، عايز تستخدم الميه، عايز تستخدم الصابون، كل الكلام ده زي المكنه دي بالظبط كده. لو واحد طبق المشروع ده، هي مشروع جامد جدا ومش محتاج اي عمال يشتغلوا فيه، محتاج بس حد ينظف في الاخر مثلا بعد ما الناس تخلص كلها، ينظف في اخر الليل او يتاكد بس ان كل حاجه تمام شغاله زي الفل. فكره حلوه جدا، واحد خلص بسرعه، دفعت $6 في الاخر، انا نظفت خليت العربيه نظيفه، ميه وصابون وتنشيف، فزي الفل. دلوقتي العربيه بتمشي اهي، بتتحرك. هنخش دلوقتي في الماشين اهو، بيقول لك هاندز اوف ذا ويل، مفيش بريك، مفيش اي حاجه. دلوقتي بنستحمى اهو، العربيه عايزه تتنضف، ف ايوه بقى. السلام، حلوه التكنولوجيا صح؟ بكام دي يا جماعه؟ موجوده في كل واحد بيشوفني في اي بلد يقول لي بكام عنده، في اي بلد انتوا بتتابعوني منها دلوقتي يقولوا لي بكام عندكم في البلد. بصوا زي ما انتوا شفتوا كده، ب $2 بتغسل العربيه من بره، وانت بقى بتنشفها بعد كده. بصوا تكنولوجيا يا جدعان. اللي عمل الاختراع ده يعني بجد كان ذكي جدا صح؟ الاختراع ده يعني حاجه سهلت على الناس حاجات كتير قوي. تخيل بقى الناس تقعد ترش ميه وناس تقعد تنشف، كميه الناس كده تقعد تشتغل في عربيه واحده عشان تعمل كده. التكنولوجيا انجزت وقت للناس، ان بقى في روبوت هو بيعمل الكلام ده. ماشي، بصوا ده المكان، الناس كلها بتقف هنا بتختار. طبعا انا هختار حته ضله طبعا عشان الدنيا شمس جدا زي ما انتم شايفين كده. هو ده يا جماعه 76 دي اكتر حته ضله شويه. طيب ننشف بقى مع بعض. اوكي ماشي. بصوا دي مكنسه بيها بقى. بصوا شفطنا بامبوني يا جماعه. هنبوظ الجهاز من اولها. يلا هوريكم بفور انا اكتر. بصوا بفور انا اكتر، هوريكم دلوقتي الدنيا عامله ازاي. طيب يا جماعه خلاص نضفنا العربيه، نضفناها الحمد لله، بقت زي الفل العربيه. نضفنا العربيه خالص، بقت زي الفل، كله ورا كله بقى زي الفل اهو. فبس الموضوع حلو قوي ان انت بتعمل كل حاجه من على نفسك، انت اللي بتكنس العربيه، انت اللي بتشطف كل حاجه، وانت اللي بتغسل وانت اللي بتنظف. بس دلوقتي همشي من هنا. بتاع بلعت اليو اس بي بتاعت الاي اكس، بلعتها، فهروح اقول لهم دلوقتي اقول لهم عليها عشان اجيبها. طيب يا جماعه يعني الحمد لله اهو طلعها لي من المكان اللي بيتخزن فيه الحاجات اللي بتبقى الزباله وكده، اللي ما اتشفت يعني، افضها قدامي نزلت في الزباله. الحمد لله هي طلعت اهي، من كتر ما شفت الهواء قوي يعني فسحبها، دلوقتي طلعت اهي خلاص. فانا كده الحمد لله نضفت العربيه خلاص، اخدت معايا تقريبا يعني ربع ساعه تنظيف. فالموضوع ده حلو طبعا. $8 الواحد بينظف لنفسه
انتوا ايه رايكم في الموضوع ده؟ لو اول مره بتشوفوني، انا علي ضياء الدين وعايش هنا في امريكا، بعيشكم بقى معايا مغامرات في امريكا وبنسافر حاجات كتير جدا مع بعض وبنتعلم حاجات كتير جدا مع بعض. لو عندكم اي اسئله بخصوص الحياه في امريكا هنا اسالوني، ولو مش بتابعوني على التيك توك انتوا فايتكم كتير جدا، لان التيك توك انا بقعد ايه بقى معاكم، بنقعد نرغي مع بعض كتير، بطلع معاكم لايف بنقعد ندردش مع بعض في مواضيع كتيره جدا. واكيد يعني الانستجرام بنزل بقى فيها صور كده بعيشكم معايا المغامرات اللي بعيشها. ولو الفيديو عجبكم مش هنساكم باللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في مكان جديد قريب جدا باذن الله. مع السلامه.